السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب بخير دايما. طبعا عايزة اقولكم وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة بقى عندي عزومة، بس العزومة انا العزائم بتاعتي افرادها يعني قد تكون قليلة يعني. بتبقى مثلا اختي وبنتها، اختي التانية، يعني مننا فينا كده، بس مجرد لو فرد فبتبقى عزومة. فقلت اعمل ايه؟ طبعا بما انها عزيزة على قلبي قوي، وعارفة طبعا هي بتاكل ايه، بتحب ايه، اختي بقى يا جماعة. فبص بقى، قلت ايه اعمل لها؟ المحشي. قمت بقى ايه، نزلت هقول لكم يومي كده باختصار بسيط يعني. نزلت السوق، جبت طبعا المعتاد بتاعنا الاساسي: طماطم، بصل، بطاطس، جزر، ليمون، يعني الخضار اللي بلاقيه اللي هو الاساسي معايا. وجبت الكرنب، وجبت الخضره، وجبت طماطم، وجبت خيار. الحمد لله رب العالمين. المهم جبت الحاجه بقى وطلعت. كان الموضوع كله ايه؟ ان جوزي بيقول لي: انت هتلحقي؟ يا جماعه التليفون ده كان 11 الصبح، والعزومه هي ما هيجوا على 4. هتلحقي؟ قلت له اه. ده انت لسه هتجيبي الحاجه؟ قلت له اه. قال لي: طب وريني شطارتك، طب انت عيانه يا بنتي؟ قلت له لا، سيبها على ربنا، الحمد لله على كل شيء. المهم رحت بقى السوق وجبت الحاجه الحلوه دي. واول حاجه غيرت هدومي وجريت على المطبخ. جبت الكرومبه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. قعدت بقى ايه، اقطعها كده. طبعا التقطيع يا جماعه معانا هنا في الكرومب ايه؟ اشكال والوان. انا بقى ما بغيرش الطريقه بتاعتي، اللي انا متعوده عليها، ان انا شغاله بيها. اللي طلعت لقيت ماما بتعملها، حماتي بتعملها، الناس الحلوه دي. المهم بص، قطعتها بقى وجبت ايه، حله كده مليتها ميه على النار لحد ما الميه غلت. وبتنزلي برشه ملح. وطبعا عايزه تحطي انت رشه كمون. الناس اللي بتعاني من القولون، اللي بتشتكي الكلام ده كله، حطي انت رشه كمون لو انت حابه. انا هنا حطيت ملح بس بقى، وبنزل بالكميه بتاعتي. طبعا يا جماعة احنا عارفين السليق مش بمعنى سليق ان احنا نهري الكرنب. انا عارفة ان احنا كلنا ستات زي الفل. انا كل مرة بقول لسه معانا بناويت طالعة لسه بتقول يا هادي، فممكن لعل عسى ربنا يكون من متابعيني حد لسه صغير بتاع فيستفاد. بصي بقى يا ست البنات، انتي اول ما بتحطي الكرنب ده ما بتقعدوش، وبالذات اول كمية، لان دي اللي هتطلع عليها بقية الكرنب. بصي هنا هتلاقيني مغيبتش، انا يا دوبك كده ايه، تاخد بس تشم الميه بس كده. بصي وبطلعها على طول اهي. وبعدين السليق ده معمول عشان نعرف نقطع الكرنب، مش نهريه. بصي بقى كده هنزل بالكميه التانية، وانا ما بطولش في السليق يا جماعه. يا دوبك بس الورقه تطرى كده بدل ما هي ناشفه، عشان نعرف ايه، نقطعها. وطول بقى ما انا شغاله عماله اقول ايه: يا رب ما تشمتش فيا حد، انا عايزه اخلص بسرعه. اي وانا شغاله بقى واقول ايه: لا ان شاء الله هقدر وهكمل. المهم اشتغلت. بص بقى هنا اهو جايه اطلع بقى التاني دور اللي انا عملته في السليق. بصي بقى انا ما باخدش وقت خالص، وهي الكرومبة شغلها كله في السلق والتقطيع. اتسلقت واتقطعت، كل اللي جاي والله اللف والتسبيكة بتاعتها طبعا سهلة جدا. بص اهي. انا هنا بقى وهنا وانا شغالة برضك عقلي شغال، يعني انا ايه، عايزة اعمل كذا حاجة مع بعض. طيب انا هنا سلقت الكرومبة كلها. طب ما انا لو بعد السليق هتقعدي تقطعي، طب ما انا هاخد وقت. قلت مع بال انا اقطع الكرنب اتبل الفرخ، بحيث تكون ايه، قعدت في التتبيله شويه. بس طبعا انتوا عارفين ان الفرخه دي انا بعمل محلول وبغسله وبشطفها كويس. طبعا المحلول معروف، هنقوله تاني كده بسرعه: معلقه سكر، معلقه جنزبيل، خل، ليمون. بصي بقى كده انا شطفتها وخليتها زي الفل. وبشرت بصلتين كده او بصلايه حلوه، وحطيت عليها فلفل اسمر. بصي قلب الفرخه من جوه فله ازاي. ما هو قبل ما بتعملي الاكل هو نضيف. عايزه اقول لك وانت بتاكليه بتحسي كده سبحان الله ان انت مرتاح. الاكل انت عارفه معمول ازاي، نظافته ازاي، فبتبقي بتاكلي بنفس بصراحه. بصي اهو انا تبلت بقى الفرخه كده. انا هنا كنت بقول لها: ايه يا غاليه، انا تبلتك بقى، اقعدي انت شويه على جنب. كده بقى انا بلم ورايا اهو. طبعا احنا عارفين طول ما احنا شغالين بيبقى في مواعين، ناخده وبنحطه في الحوض. هرجع بقى انا ايه، انضف مكان البصل اللي وقع مني هنا على الرخامه. انا جايه هنا، رحت فين؟ بصوا بقى هنا اهو. انا هاجي اهو امسح بقى مكاني البصل اللي وقع دوت. فانا بقى ايه، قلت ايه، ابدا اقطع ايه الفرخه وهي في التتبيله. نبدا نقطع
الكرنب بتاعنا. بصي بقى يا ست البنات، الكرنب بيتقطع ازاي؟ طبعا سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه. هتجيبي اللي انت هتقطعي عليها. بصي بقى، انا الاول بشيل العرش اللي هو فوق ده اهي. بصي اهو. في ناس بتاخده تعمله سلطه، في ناس بتملحه. عامه ما فيش حاجه بتترمى، بيتعمل معاكي كذا حاجه. بصي بقى يا حبيبتي، بتلفيه كده زي الساندوتش وبتقطعيه حتت. بصي التقطيعه بتاعتي بتبقى، بصي بقى التقطيعة بتاعتي عاملة ازاي. هنا بتقطعيه. بصي كل بقى دار ولها مدار. في ناس بتحب صباع المحشي الصغير، انا بحبه الوسط يا جماعة، بيبقى ايه كويس، وبيبقى شكله كمان في رصة الحلة بيبقى حلو قوي. بصي بقى انا باخد الطرف كده وببدأ ايه، دي اللي هي بتبقى الفردانية. الباقي بيتقطع معاكي من جوز، هتلاقيهم اتنين فوق بعض. بس هي دي اللفة بتاعتي. طبعا ايه، بتقعدي كده هي القصة كلها في التقطيع والسليق. الباقي كل اللي جاي سهل. بصي بقى انا هنا ايه شغاله اهو. هقطعها بردك. بصي هاخد الجنب المقفول على اتنين اول واحده، وبعد كده بقطع الباقي مجوز فوق بعض اتنينات يعني. بصي اهو بقطع بقى الكميه بتاعتي. وكل ده وانا شغاله عقلي يقول لي ايه، انا بردك كده ايه عايزه اشغل النار. يعني انا هنا هبدا احشي المحشي. طب انا بقطع، لا اروح اعمل ايه؟ وانا بقطع قلت لا، انا اجيب بقى واعمل ايه، التسبيكه بتاعت المحشي عشان نكسب وقت. وهو على النار البصل اللي بيتعمل اقعد اشتغل في الكرنب كده، يبقى انا كسبت الوقت. حطيت بقى هنا، جبت كام بصلايه حلوين كده. طبعا ما اقدرش اقول لك تحددي عدد البصل ايه، دي حسب الكرنبه بتاعتك حجمها قد ايه، هتحشي ايه، هتستخدميه في كذا حاجه ولا لا. فانت بتقطعي حسب استخدامك. انا هنا اخدت كام حبايه بصل وضربتهم في الكبه. طبعا انا هنا ما بنعمش قوي يا جماعه، يعني هتلاقيني انا بشغل وبفصل بشغل وبفصل. انا مش عايزاها ناعمه خالص، انا عايزاها كاني مقطعاها بالسكينه. يعني المحاشي بالذات ما بتحبش الخضره تبقى مضروبه جامد. بصي بقى هنا انا جبت معلقه سمنه حلوه اهي، وبصي ومعلقه زيت عليها. هنا عشان تلاقي كده الرزايه برزتها، ويبقى شكلها وطعمها بتبقى جميل، بيبقى فيها لمعه. بصي هنا نزلت بالبصل بتاعي اهو. هنزل بالكمية كلها وهقعد بقى اقلبها. وطبعا احنا عارفين ان انا مش يعني ما بغمقش البصلة يا جماعة، عشان المحشي بتاعك ما يمررش منك. بصي بديها لون تبقى ذهبي. راحة بقى هنا وكنت برضك اشتغلت شوية في الكرنب والبصل. اول ما لقيتها داخلة على اللون اللي انا عايزاه، رحت بقى جبت البطاطس الطماطم، غسلتها طبعا غسلة حلوة، وجبتها وبدأت اقطع فيها. طيب انت بقى كست في البيت، عارفة يعني أهل بيتك بيحبوا الأكل حامي ولا لأ؟ أنا عن نفسي عارفة إن أنا بحب إيه الوسط، ولا هو حامي قوي ولا هو يبقى العادي يعني. فأنا قلت إيه، أقطع كمية الطماطم بتاعتي بصي وأخلصها كده، وأجي بقى للفلفل. الفلفل طبعا نعمل فيه إيه؟ طبعا انتوا عارفين انا طول عمري بشتغل واحدة واحدة، بجيب قرن حامي وقرن ايه بارد. طبعا انتي لو مش عايزة الحامي استخدمي قرن واحد بارد، مش لازم يعني. راحة فين وقعتي كده ليه؟ بصي بقى هنا انا قطعت قرن ده حامي وواحد بارد. انا بحب يبقى فيه طعم كده، لكن انتي مش عايزه او بيتعبك، لا خلاص خليكي قرن فلفل بارد، فلفل كوبي تضربيه في الكبه، مش هتفرق معانا خالص، وهيديكي نفس التيست. بصي هنا، بصي لون البصله عامله ازاي، ذهبي، ما حمرتش قوي. هنا بقى هنزل بكميه الطماطم بتاعتي اللي ضربناها بالفلفل، ونفضي بقى كده كل المقادير بتاعتنا اهي. بصي بقى كده اهو، كده هديها بقى تقليبة. وفي نفس الوقت هنا بقى وانا بسيبها على النار كده بقلبها، هتلاقيني جري رحت جبت الخضرة. طبعا الخضرة انتوا عارفين بتتغسل ازاي، وبنحطها في مية بخل وبننقعها شوية وبنقطعها وبنخليها زي الفل. هنا بصوا يا جماعة هي بدأت تسبك، وجيت بالخضرة بتاعتي قطعتها. على فكرة انا بحب خضرة المحشي ياما، يعني انتي متاح ليكي حسب ما انتي عايزة. هنا بقى ايه، وانتوا عارفين برضك ان انا البهارات، الملح والفلفل انا ما بحطهمش دلوقتي خالص، انا بحطهم في الاخر خالص قبل ما بنزل ايه الرز. هنا طبعا حسيت ان التسبيكه عايزه شويه ميه، مليت كده في الكبه مطرح الطماطم، وحطيت حبه وايه عليها عشان تتسبك.
طبعا انا هنا ايه خلاص، هي التسبيك هنا مش هياخد وقت يعني. كده هسيبها شوية وهبدأ بقى ايه، عايزة اشتغل بقى خلاص. ده انا هنا ايه هبدأ اشتغل في المحشي. هنا بقى التسبيكة بتاعتي هتكون اتسبكت، وهجري جري اروح اجيب ايه الحلة بتاعتي، عشان حتى ايه وانا بحشي المحشي يبقى في حاجة تانية شغالة. اسلق بقى ايه الفرخية، قعدت لها كده في التتبيلة وقت حلو. بصوا بقى كده، هجيب بقى المعلقة السمنة بتاعتي وانزل بيها في الحلة اهي، وايه واعمل صدمة للفرخ. طبعا الصدمة يا جماعة ان احنا بنخليها ايه بالبلدي كده، انها تتشوح على كل جنب في الفرخ. كده احنا بنقفل المسام بتاعتها، وكده انتي بتاخدي احلى شوربة. هنا بقى بصوا انا هاملة مية. طبعا احنا عارفين ان ان البهارات الشوربة يعني دي ثابتة، ما فيهاش اي اختلاف. طبعا بهاراتنا بنبقى عارفين عبارة عن ايه. ورق لورا اهو، شوية طماطمية طبعا بتفتحين من الجنبين، شوية حبهان طبعا، والفرخة فيها بصل وفلفل فمش محتاجة احط حاجة تانية. وهنا بقى ايه هنزل بالمية. هنا بقى انا كنت بحط الفرخة وراح ايه جري للمحشي عشان الحق ايه اخلصه. بصوا بقى كده اهو. طبعا انا هنا خلاص حطيتها تتسلق على النار. جيت بقى هنا كرومبيتشاي كانت اتقطعت، والرز بتاعي انا جبته وغسلته اهو غسله حلوه. بصي بقى هتنزلي بيها كده على الكميه. طبعا احنا قلنا ان احنا ما حطيناش لسه اي بهارات خالص. اهي اهي بصي بقى. القصه هنا ان انا وانا شغاله بالمعلقه مش مقتنعه، معرفش. انا حاسه ان المحشي لازم اشتغله انا بايدي. فبقى بصي قاعده ايه مش لا. فانا قلت لا، انا كده مش عارفه بصراحه، حاسه ان انا في حاجه مش مظبوطه. حاسه سبحان الله التعود وبرضك ستات البيوت في البيت صعب قوي ان احنا بنبقوا يعني خايفين نمسك الاكل والكلام ده كله. طب ليه يا جماعه؟ ما احنا ايدينا بتبقى نظيفه يعني. وبعدين ده احنا على طول ايدينا في الميه. بصي هتلاقيني حتى هنا، بصي انا حطيت طبعا نزلت بملحي والفلفل ومعلقه صلصه اهي. طبعا الصلصه دي هنا انا بعزز بس اللون مش اكتر يعني، مش عايزه تحطي ما تحطيش. عندك مرقه دجاج، انا كنت بحط مرقه دجاج بس للاسف هنا ما كانش عندي. هنا وانا بقلب عماله اقول ايه معلقه. حاسه كده ان انا مش بعمل محشي. ما هو المحشي ان انا اقلب بقى كله كده بايدي واحس معرفش، بدات احس لا انا هنا مش مبسوطه. رحت بص بقى ايه منزله اللي في المعلقه. قلت لا 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 والله لا استخدم ايدي. هو ده المحشي، لو ما تعملش كده ما يبقاش محشي. مش معقوله يعني احنا في بيوتنا بنستخدم جوانتي؟ يعني انا حتى ما بستخدم الجوانتي ما ببقاش مبسوطه بصراحه. يعني انا ببقى حابه كده شغاله بايدي، شغاله في بيتي في حاجتي في اكلي براحتي. بصي بقى كده اهو. انا قلبت هنا بدات احس ان انا ايه بعمل خلطه المحشي هنا يا جماعه. ايه بصوا بقى. هنا بقى انا فاكره الحركه دي كانت ماما اما تيجي تعملها تقولك ايه، طب انتي ظبطتي الملح؟ اقول لها اه. قالت لي طب ما تدوقي الاكل. اقول لها ازاي؟ تقول لي بصبعك كده، بصي حطي ايدك كده في الخلطه وعلى لسانك هتستطعميها. اقول لها ازاي؟ تقول لي لا اهي بصي هنا انا جربتها. قلت لا الحمد لله. وصل والله كل حاجه قالوها لنا فعلا يعني صح. لما دي ما يعني فيها إيه ان انا يعني المس بس الاكل اشوف ملحه على لساني ايه. هنا بقى انا كنت خلصت الخلطة بتاعتنا، وهجيب بقى الحلة. بصي الحلقة عفوا بقى الحلة حطيت فيها ورقة خضراء، وعايزة بقى تحطي انتي بصل، عايزة تحطي طماطم، عايزة تحطي بطاطساية حسب ما انتي عايزة. وهنا بقى ايه هبدأ احشي المحشي بتاعي. بصي القطعية بتاعتي هو ده لفة الصبع. بصي اهو. وطبعا اللي واخدة بتعمل محشي ما بناخدش وقت اهو. بصي انا كل ده الحمد لله لحد دلوقتي كنت شغالة وانا قلقانة اقول ايه يا لهوي هيفرح فيا النهاردة، وانا اقول لا. وعلما ان انا كنت شغالة وانا بردانة يعني، بس الحمد لله كانت قرفة الحاجة حلوة يعني. بصي بقى هنا انا بلف اهو المحشي، وعمالة بقى ايه افكهم كده من بعض اهو. يلا يا حاجة اطلعي. اهي بصي اهو. طبعا المحشي يا جماعة حجم المحشية ده أذواق وتعود حسب ما انت طلعتي ولقيتي. في ناس بتحب تحشي اللي هو قد عقلة الإصبع ده، في ناس لأ. مش كل الناس زي بعضها. هنا بقى أنا بصي ما خدش معايا وقت.
بصي انا هنا كنت خلصت اهو، حطيت بقى المحشي بتاعنا وحشيت كده فلفل الالوان. انتوا عارفين ان انا عاشقه الفلفل الالوان. دي بقى اقول لها روحي جنب اختك كده على البوتاجاز. تعالي بقى هنا انا هبدا احشي الزغاليل. طب الزغاليل طبعا نفس المحلول وبشطفها كويس جدا، وجبت طبعا بشرت بصلتين، والكبد والقوانص دي انا جبتها وشطفتها وقطعتها. وطبعا وانا شغاله في المحشي كنت جبت الفريك وحطيته في ميه بتغلي. طب هنعمل ايه؟ بصي بقى عشان نعمل دي خلطه الحشو بتاعت الزغاليل. هتجيبي كده معلقه سمنه حلوه، بصي اهو، وهتنزلي بقى حسب الكمية بصلتين، واحدة حسب ما انت هتحشي قد ايه. بصي نزلت كده بالبصل بتاعي اهو. انا هنا بصي ادي الفرخة ادي المحشي محطوط، بس انا عندي العين دي اللي هنا ضعيفة شوية، فانا تقريبا كده هروح انقل على العين اللي هناك عشان انجز وقتي. هنا انا رحت اهو كنت نزلت هنا بالكبد والقوانص على البصل ماشي، ونزلت برشة فلفل اسمر خفيفة رغم ان انا هحط تاني، بس انا قلت عشان الكبد والقوانص. هنا بقى انا خدتهم اهم ياخدوا بصي اتشوحوا مع بعض، والبصلة بدأت تاخد اللون اللي يرضيني يعني اللي انا متعودة بيه. هنا بقى كنت بشطف الفريك وبصفيه. بصي بقى كمية الفريك بتاعتك. طب انا ازاي اعرف حشو الزغلولة مثلا هياخد مني قد ايه؟ ايوه شايفة كفة ايدي دي اهي، انا بملى على قدها، عاملة زغلولتين بكف ايدي كده، واقول 1 2 3 حسب العدد اللي انت هتحشيه، وكل زغلولة والله وبيبقى فعلا الحشو على القد، ولا بيطلع قليل ولا بيطلع كتير، يعني بالظبط بتظبطي نفسك يعني. فهنا بقى بصي انا نزلت بكمية الفريك بتاعتي، هصفي اللي فاضلين في المية دول وهجيبهم. بصي بقى انا عايزة اقولك التتبيلة دي بتاعت الحمام، والله يعني انا نفسي حد يقول لي جرب يعني هتعجبك كتير. بصي هنا نزلت بقى بكمية الفريك كلها، وهجيب بقى بهاراتي. انا بهاراتي النهاردة في الاكل يا جماعة مش مزودة عن الملح والفلفل بس. هنا ادي حطيت الفلفل، اروح بقى اجيب الملح بتاعي. بصي اهو نزلت بكمية الملح. طبعا انا بقلب كده من البرطمان، بس انا عارفة يعني كميتي قد ايه وشغلي ايه يعني. هنا هو بص انا حطيت الكمية وبقلب. وطبعا انا هنا عايزة ان الفريك يشرب يتشوح مع البصل حلو ويشرب المية، يعني السوائل اللي فيه مش عايزة فيه سوائل خالص. انا عايزة لما اجي احشيه يبقى الدنيا ناشفة ما فيش اي حاجة. بصي كده اهو. هنا بقى هبدأ احشي الزغاليل بتاعتي. طيب هتحشيها ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان احنا الزغاليل بتاعتنا كانت في المحلول وشطفناها وخليناها زي الفل. بصي بقى من جوه ومن بره كده حاجة كده عظمة. بس انا هنا كنت بتملكع شوية عشان كنت مستنية الفريك يبرد، بس مش راضي يبرد. قعدت بتاع 10 دقايق وبصوا حتى انتوا بصوا هتلاحظوا بص الدخان. مش انا بقيت اقول هحشيه ازاي، بس انا قلت لا 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 انا مستعجله هستحمل. طيب وفي نفس الوقت وانا هبدا احشي كده انا رحت هنا بعمل رحت جبت حله ميه وحطيتها على النار. قلت ما بلحش الزغاليل دي تكون الميه غلت بحيث ما اخدش وقت والميه يعني السوا كله، اخلص اشطف احط على طول في النار، ما استناش لسه بقى الحله تغلي ولا الكلام ده خالص. بصي هنا بقى يا ست البنات، هنا انا بدات امسك الزغلوله واملى ببدا احشي الحصيله من فوق. فبدات اهو بصي ادخل كده الفريك اهو. لازم نملى الصدر كده لفوق اهو كده اهو. ايوه كده. بصي بقى عماله احشي في الصدر من فوق اهو. الاول بتمنيها على فكره وما تكتمهاش قوي عشان ما تفرقعش منك. لازم تحسي بصي الصدر فيه كده هوا. بصي انا بفرغه ازاي، مش عايزاه يبقى تقولي عشان يبقى مليان، لا انت كده الزغلول هتفرقع منك ومش هتلاقي في نفس، يعني هتبقى مش حلو. لكن هنا الفريك هياخد سوا حلو، هيبقى الزغلولة سليمة زي ما هي. بصي انا حشيت الحصيلة فوق، هحشي بقى من عند الصدر هنا من تحت من البطن واكمل. بصي بقى
لما بتروح اي مطعم بتلاقي الزغلولة ايه، متقفزة كده ايد ورجل وايه، وتقولي ايه ده بيعملوها ازاي؟ بصي الموضوع كله اهي، بتدخلي الرجلين من تحت اهي، الرجل والتانية معاها، ايوه كده. بصي الشكل عامل ازاي، والكتاف بصي بترجعي الدراعات لورا كده اهي. بصي بتبقى عاملة ازاي، ولا خياطة ولا اي حاجة ولا خلة. بصي هنا هحشي معاكي كمان واحدة اهي، نفس الطريقة. هنبدأ بقى الحصيلة من فوق ونديها ايه راحتها. طبعا انا كل ده كنت بادئه في الاكل ايه حوالي 12 ونص، فاشتغلت بقى على طول. وانا دلوقتي وانا كنت بحشي الزغاليل كانت الساعه داخله في 3، فانا بقى ايه قلت هي كده الاكل كله على النار، وهي الزغاليل ساعه، يبقى انا 4 اكون خلصت. بصي بقى هنا انا مليتها اهو، وبحشي الصدر وكده بقى. بصي اهو، هي بصراحة بتبقى حشو الزغاليل، يعني انا بفضله عن الرز. يعني انا كنت بعمل الرز بس، بما ان انا عاملة محشي فقلت لا ما ينفعش بقى حشو رز، يعني اخليه فريك. واحنا يعني بنحب الفريك اكتر. فبصي اهي. وطبعا الفرق بين الرز والفريك ان انا لو انت عايزة تعملي بالرز هتشيلي الفريك وتحطي الرز نفس الطريقة اهي. بصي هنا بقى انا حشيتها وبقت تمام ازاي. بصي اهي، مليت الحصيلة وجيت اهو حطيتها هنا بقى ايه. بصي انا كنت بشطف ايدي، بس انا كنت بعديها خلصت الكمية بتاعتي. بصي عاملة ازاي. هنا بقى هجري على الحلة بتاعتي واروح ايه انزل الزغاليل. بصي اهي المية كانت غلت اهو. هننزل بقى ايه، هننزل بقى بالزغاليل كده اهو. الكمية بقى بتاعتك، طبعا الزغاليل يا جماعة بتنزليها على الظهر، انتي ما بتنزلهاش. لو نزلتيها على الصدر هيفرقع منك، نزليها على الظهر. بصي اهي كلها كده ايوه اهي. بصي بقى، وطبعا كده انا نزلت بالكميه بتاعتي. لكن هنبدا بقى ننزل ايه ببهاراتنا الثابته. هننزل بالايه حبهان، الورق اللورا، الطماطمايه، البصلايه، اللي انت يا جماعه بتعمليه بالشوربه بتاعتك. كده بقى انا كده اهو هجيب بقى الطماطمايه بتاعتي كده وابدا انزل بيها اهو. وادي الطماطمايه، وهنقفل ايه الحله. هنسيبه بقى كده يستوي. طبعا عدى الوقت الحمد لله، ستر من ربنا ان انا ايه تمام كده. هنا انا بدأت بقى بغرف يا جماعة الاكلة دي في الصينية الواحدة، وانا جنبها في حلة تانية عملت حلة شوربة لسان عصفور ببطاطس. بصي بقى انا بس الصينية دي يا جماعة كبيرة جدا، خلي بالكم الصينية دي كبيرة جدا، مش اللي انتي عارفاها، لا هي اكبر منها. بصي انا هنا نزلت الفرخة بقى، انا ايه بعمل شكل الصينية. هنا انا بدأت انزل بالمحشي بتاعي اهو فضيه. بصي اهو. هنا بقى ايه اهو بروح هبدأ بقى ارص ايه. يعني انتوا واخدين بالكم ان حلة المحشي في الصينية دي وتحسها انها مش باينة، بس هنا الصينية كانت كبيرة جدا. بصي اهي. هنا بقى انا برص كده اهو. ودي طبعا جنبها طبق الشوربة بطبق السلطة، احنا مش عايزين حاجة تانية يعني الحمد لله. بصي بقى ايه كده الجمال. عايزة اقولك بصي وانا بغرف ايه هان عليا اقعد اكل. بصي بقى شكل الزغلولة بعد ما اتحمرت، بصي الجمال. بصي عاملة ازاي. بصي هترصي بقى كده ايه. كنت انا هنا ايه بقى اتشهيت، قلت انا كسبت الرهان. انا هنا بصي اهو. اه اهي بصي بقى. اجي بقى هنا رصيت الزغليل بتاعتي. بصي الزغليل عامله ازاي. بصي التحمير، طبعا الزغليل يا جماعه احنا بنحمرها على في طاسه بمعلقه سمنه كده او معلقه زيت خفيفه، ده على ده، وبتحمريها. بصي شكل الصينيه. انا هنا ما كنتش قادره امسك نفسي، فقلت لا خلاص بقى
انا هنا بصي هنا عليا ايه، اقعد اكل. بصي وكانت في الوقت ده اختي كلمتني قالت لي خلاص انا داخله عليكي يعني. فانا كنت بغرف، كنت عارفه انها طالعه. بصوا انا مش قادره، بصي الصبع. قلت ايه، لا لا لا، لازم اكل، لازم ادوق. عايزه اقول لكم ايه الجمال ده، تعالوا كلوا معايا والله. تعالوا كلوا معايا. طبعا من اكلاتنا الجميله المحاشي دي في اي وضع وفي اي شكل، من الحاجات التحفه. ما تنسونيش بقى في اللايك وسبسكرايب وفعل